هذا كتاب كشف الغمة في معرفة الأئمة للأربلي. نعم، ماذا يقول؟ قال: وقدم عليه نفر من أهل العراق، يعني في فضائل الإمام زين العابدين. وقدم عليه نفر من أهل العراق فقالوا في أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، رضي الله عنهم. فلما فرغوا من كلامهم قال لهم: ألا تخبروني أنتم المهاجرون الأولون الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون؟ قالوا: لا. قال: فأنتم الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة؟ قالوا: لا. قال: أما أنتم فقد تبرأتم أن تكونوا من أحد هذين الفريقين، وأنا أشهد أنكم لستم من الذين قال الله فيهم والذين جاءوا من بعدهم يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. إذن زين العابدين يعترف للمهاجرين الأنصار بأن الله رضي عنهم وأنه لا يجوز للإنسان أن يقدح فيهم على الإطلاق. لا حول ولا قوة إلا بالله. يحبون التدليس حبا جما. سبحان الله. أيضا هذا الكلام الذي نسبه للأربلي تدليس. الأربلي نقله من ابن طلحة الشافعي أحد علماء الشافعية قبل هذه الصفحة اللي عرضها بكم صفحة من كتاب كشف الغمة الجزء الثاني صفحة 285. الأربلي تحت عنوان ذكر الإمام الرابع أبي الحسن علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام، يقول الأربلي: قال كمال الدين. منو هذا كمال الدين؟ اللي هو ابن طلحة الشافعي أحد علماء الشافعية. سرد الروايات، والعلامة الأربلي نقل هذه الروايات في كتابه، وهذا الشخص دلس كعادته فنسب هذه الروايات للشيعة وأن الأربلي هو راويها. فلا حول ولا قوة إلا بالله. إن الشيعة يترضون عن الصحابة الأجلاء ويترحمون عليهم، ومن أراد الوقوف على الأدلة في ذلك فليراجع حلقة الراصد الرد على العريفي في مسألة تكفير الشيعة للصحابة.